اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. قصتنا بتكون مع بنت اسمها إيدا مامتها ماتت من زمان. إيدا بتكون عايشة في شرق أوروبا في مدينة بعيدة ومهجورة اسمها ميزور، واللي ما فيهاش أي شكل من أشكال الترفيه أو المناظر الطبيعية. الشقة اللي بتعيش فيها إيدا بالنسبة لها عاملة زي زنزانة السجن. إيدا بتكون خايفة لحسن ما يكونش ليها فرصة إنها تهرب من السجن ده. طب ليه؟ لأن السجن ده عمله لها باباها اللي نقلهم للشقة دي بعد موت مامتهم، وبيعملهم بقسوة شديدة وما عندهوش حدود في تربية الولاد أو البنات. الكل عنده واحد وكله لازم ينفذ أوامره بالحرف، وهو الوحيد اللي معاه مفتاح الشقة. باباها بيكون خايف عليها قوي، بس باباها ما بيكونش عارف يفرق بين التربية والحماية الزيادة عن اللزوم. أبو إيدا بيعمل لها تحقيق كل يوم، ولازم يعرف إيه اللي حصل معاها في الشغل بالتفاصيل. مش بس كده، ده بيمنعها تخرج من البيت أصلا، وممنوع تعرف أي رجل غريب، وبيوديها الشغل بنفسه كل يوم. كمان خلاها تقص شعرها، وما بيرضاش يخليها تحط أي برفان خالص. مش بس كده يا جماعة، ده لما بيلاقي معاها ازازة برفان وبيعرف منها انها بتاعت صاحبتها تيارا، بيطلب منها تفضيها في الحوض. إيدا بتعاني من حادثة حصلت لها وهي صغيرة لما حصل انفجار في المدرسة بتاعتها، وكانت السبب في ان جسمها يكون فيه جروح كتيرة قوي، وفي شظايا من الانفجار موجودة جوه جسمها لغاية دلوقتي. إيدا بتكون مخنوقة قوي من اللي هي فيه ده، ومش طايقة التحكمات الصعبة بتاعت باباها دي. إيدا شايفة ان ملهاش اي مستقبل في المكان اللي هي عايشة فيه، خصوصا في وجود اخوها داكو اللي بيكون عقله على قده وتصرفاته مش متزنة، وطبعا مش عارف هو عاوز ايه في حياته. داكو بيكون دايما محتاج لإيدا عشان هي بتعمل له كل حاجة، تحضر له الاكل وبتغسل له هدومه، واوقات كتير داكو بيروح ينام جنبها وبيرمي نفسه في حضنها ويقول لها عاوز انام جنبك زي ماما. داكو بيكون صعبان قوي على إيدا اللي بتكون مستناه بفارغ الصبر زيارة اخوها الكبير إكام هرب من البيت من زمان، وده طبعا بسبب طريقة ابوه الوحشة في التربية، وكل اللي يعرفوه عنه انه بيشتغل في مدينة جنبهم اسمها روستوف. إيدا بتشتغل في محل البيع الملابس، وبتكون معاها زميلتها تيارا وزميلها تاماك معجب بإيدا وعلى طول بيطلب منها تخرج معاه، لكن إيدا دايما بترفض. بس في يوم بياخد منها شنطتها وما بيرضاش يديها لها الا لما تخرج معاه. إيدا بتوافق انها تخرج معاه مع ان تصرفه ما بيكونش عاجبها، لكن تاماك انسان لطيف وبيحب الضحك والهزار دايما، عشان كده هي بتكون مبسوطه وهي معاه، خصوصا لما بياخدها عند الحلبة بتاعه سباق العربيات وبيفضل يلف بيها بالعربيه بتاعته. وفي يوم إيدا بترجع على البيت بتلاقي اخوها إكام عندهم. إيدا بتفرح قوي عشان إكام اخيرا جه زورهم وبيقعدوا يتعشوا سوا، وبيبان قد ايه ان إكام بيتعامل مع ابوه ببرود جامد، بس بيتعامل بحنيه مع اخواته. إكام ما بيكونش عاجبه ان باباه قافل عليهم باب الشقه دايما، لكن باباه بيعرفه انه بيعمل كده عشان هو خايف لحسن يهربوا منه. بس إكام بيعرف باباه انه طالما اسلوبه لسه ما اتغيرش إيدا وداكو كده كده هيهربوا منه. إكام بيخرج قدام البيت هو واخواته وبيدي الموتوسيكل بتاعه لداكو علشان يلف بيه شويه. إيدا بتتكلم مع إكام وبتعرفه انها حاولت مره تهرب من البيت، لكن باباها لحقها واخد منها الباسبور بتاعها وخفاه. إكام بيعرف من إيدا انها تعبانه بسبب الاصابه القديمه اللي حصلت لها وهي طفله، وان باباها مش عاوز يوديها للمستشفى عشان تعمل العمليه. تاني يوم بيكونوا رايحين يشموا شويه هوا. إكام بيحاول يقنع باباه انه يخلي إيدا تعمل العمليه، لكن باباه بيعرفه انه خايف عليها احسن تموت وهي بتعمل العمليه، خصوصا ان مامتها ماتت وهي بتعمل نفس العمليه، لانها هتحتاج تعمل اكتر من عمليه وهيرجعوا يفتحوا الجروح بتاعتها من تاني. إكام بيقول له ان حاله مامته كانت اصعب من حاله إيدا، بس برضه باباه مش موافق، وبيكونوا قاعدين مع زمايل باباهم وجيرانهم، وبيكون دان عاوز إكام يرجع لاهله وبيته عشان يكون مع اخوه واخته باباه، وبيعرفوا انه ممكن يجيب له فرصه شغل كويسه في المدينه هنا، لكن المدينه اغلب شغلها في التعدين ومحتاجين شباب كتير. لكن إكام بيعرفهم انه مش عاوز يرجع وانه مبسوط في شغله في المدينه اللي هو فيها، فبيقوم باباه يطلب منه انه يمشي وبيقول له انت جيت لي اصلا. لكن دان بيهدي الدنيا ما بينهم وبيطلب من زور انه يكون هادي وما يتعصبش على ابنه، بس إكام بيقوم وبيسيبهم وبيكون زعلان جامد من اللي حصل، وبيحاول يشغل الموتوسيكل بتاعه، لكن داكو بيكون خلص كل البنزين اللي فيه. إيدا بتشوفه هو ماشي متنرفز فبتروح له وبتكون فاكراه هيمشي ويسيبها. إكام بيعرفها انه مش هيمشي غير لما ياخدها معاه، وبيجي وراهم ابوهم وبيطلب من إيدا تركب معاه العربيه، لكن إيدا بتجري منه وهو بيجري وراه وبيمسكها
بيمسكها بس هي بتقدر تهرب منه. باباها بيقوم وبيكمل جري وراه. أكيم بيقعد يستنى عشان يشوف ايه اللي هيحصل، لكن بيسمع صوت ايدا وهي بتنده عليه فبيروح لها وبيرجع وهو ساند باباه اللي بيكون تعبان قوي. أكيم بيكون قلقان على باباه فبيحطه في العربية وبيرجع يجيب ايدا واللي بتعرفه ان باباه بيمثل عليهم انه تعبان. أكيم بيكون عاوز ياخد باباه على المستشفى لكن باباه بيرفض وبيطلب منه انه يرجع بيه على البيت. أكيم بيتفاجئ ان باباه لما بيوصل البيت بيقفل الباب بنفسه وبيطلب منه يلم هدومه ويمشي من البيت، وبيمسك في ايدا وبيحضنها وبيقول لها انه مش عاوزها تمشي وتسيبه علشان مش هيقدر يعيش من غيرها، وبيغمى عليه. وبيخرج أكيم من اوضته وبيطلب من ايدا انها تتصل بالاسعاف بسرعه، فبتقول له ان تليفونها فصل شحن. أكيم بيقول لها تتصل من تليفونه وبيطلب منها تجيب كوبايه ميه لباباها، لكن ايدا وهي بتجيب الميه لباباها بيقع منها تليفون أكيم في الميه. اللي بيشوف كده وبيتهمها انها بتتصرف ببرود. أكيم بيكون عاوز يروح يتصل بالاسعاف من عند الجيران وبيدور على مفتاح الباب في هدوم باباه، لكن ايدا بتطلب منه انهم يسيبوا باباهم ويهربوا، وبتاخد المفتاح وبتكون مش عاوزه تديهوله، لكن بياخده منها بالعافيه وبيكون مستغرب قوي من اللي هي بتعمله. لكن ايدا بتعرفه ان اعصابها مش قادره تستحمل اللي هي عايشه فيه ده، لدرجه ان بقى عندها تبول لا ارادي زي الاطفال، وبتطلب منه ياخدها ويمشي من المدينه دي. أكيم بيطلب منها تهدى وبيحضنها وبيعرفها انهم هيمشوا سوا، وبيركبوا العربيه وبيكونوا مستنيين اخوهم داكو اللي بيوصل بعد شويه، وبيكون تعبان هو كمان لانهم سابوه يرجع لوحده وانه فضل يزق الموتوسيكل لحد ما وصل بالعافيه. داكو بيسال على باباه فبيعرفوا انه نايم. داكو بيطلب من أكيم ياخده على صاله ديسكو عشان هو نفسه يرقص. أكيم بيعمل له اللي هو عاوزه وبيكون داكو مبسوط قوي، اما ايدا فبتكون واقفه مكسوفه خالص. أكيم بيطلب منها ترقص وتخرج الطاقه السلبيه اللي جواها، لكن هي بترفض. وبعد شويه بتشتغل اغنيه سلو بتكون كلماتها مؤثره قوي وبتخليهم يحضنوا بعض هما التلاته وبيعيطوا. بعدها أكيم بياخدهم وبيرجع بيهم على البيت، وداكو بيروح على اوضه باباه وبيلاقيه تعبان قوي وما بيردش عليه. ايدا بتاخد الموتوسيكل بتاع أكيم وبتفضل تزقه لحد ما بتوصل عند بيت صاحبتها تيارا. ايدا بتحكي لتيارا على اللي حصل وبتطلب منها تبات عندها الليله دي، وبتقول لها انها مش عارفه ايه اللي حصل لباباها ولا هي عارفه اذا كان مات ولا لسه عايش. تاني يوم ايدا بتروح على شغلها، وفي اخر اليوم بيجي تماك وبيقعدوا يتكلموا مع بعض في المحل. ايدا بتقول لتماك ان جسمها كله ندوب وعلامات جروح كبيره، لكن هو بيقول لها انه بيحبها ومش مهم عنده جسمها فيه ايه. فجاه ايدا بتسمع صوت عربيه باباها بره المحل، فبتقفل باب المحل على تماك وبتطلب منه ما يعملش اي صوت، وبتلاقي اخوها أكيم واقف مستنيها وبيعرفها انه كان بيدور عليها، فبتركب معاه وهي بتقوله انها كانت راجعه على البيت. ايدا بتتفاجئ لما بتلاقي باباها قاعد ساكت. داكو بيقول لها انهم لسه راجعين من المستشفى وان باباها عنده صدمه ومش هيقدر يتكلم تاني. ايدا بتقول له انا بقى اللي هتكلم دلوقتي، وبتعرف باباها ان ليها حبيب وانه شايفها انسانه جميله حتى بعد كل العيوب اللي في جسمها، وبتعرفه انها هتخف وهتكون كويسه وهتروح تعيش مع حبيبها، اما هو فهيفضل عايش لوحده. أكيم بيطلب منها انها تسكت وان الكلام ده ما ينفعش تقول باباه هو في الحاله دي، وبيخلي داكو يمسكها، لكن ايدا بتسيبهم وبترجع على تماك وبتفتح له باب المحل وبيخرجوا سوا وبيروحوا على حمام السباحه. ايدا بتسال تماك هم امتى هيتجوزوا، بس بتتفاجئ ان تماك بيقول لها انه ما بيفكرش في الجواز دلوقتي، وانه لو كلم اهله دلوقتي في موضوع جوازهم هيقولوا انهم لسه صغيرين على الجواز. ايدا بترجع على البيت وهي محبطه قوي، بس بتعتذر لباباها على اللي هي عملته وبتطلب منه يسامحها ويرضى عنها. باباها بيديها الباسبور بتاعها وبعدها بيحضنها جامد لدرجه انه بيحصل له تشنج وما بيعرفش يفك ايده من على جسم ايدا. ايدا بتنده على أكيم اللي بيجي وبياخدهم على المستشفى، والدكتوره بتدي باباهم حقنه عشان تهدي اعصابه. بتعرفهم ان باباهم زعل جامد عشان كده حصل له حاله التشنج دي، لكن هو بعد شويه هيبقى كويس وهيفلت ايده من على جسم ايدا. وفعلا زور بينام وايده بتتفك من على جسم ايدا، لكن ايدا ما بترضاش تقوم من حضن باباها، واللي عرفت انه بيحبها هي واخواتها بجنون، وان كل اللي عمله معاهم ده عشان هو خايف عليهم قوي زياده عن اللزوم. بعدها أكيم بيعرف باباها انه هياخد ايدا وهيروح بيها على المستشفى اللي في المدينه اللي جنبه عشان هو عاوزها تتعالج وتعمل العمليات اللي هي محتاجاها. أكيم بياخد ايدا وراه على الموتوسيكل وبيعرفها انها هتخف وتبقى كويسه وهتقدر تحقق كل احلامها. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.